القصة اللي هنحكيها النهاردة هي قصة حقيقية حصلت في مصر في التسعينات، واتعرضت كمان في برنامج خلف الأسوار. القصة دي أبكت الملايين من الناس في مصر وفي الوطن العربي، وهزت قلوب كل أب وكل أم. بداية القصة إن في ست توفى جوزها وهي في الشهور الأولى من الحمل، وكان عندها بنت سنها حوالي 4 سنين تقريبا. لما قرب ميعاد ولادتها حست الست دي إنها هتموت وهي بتولد، فطلبت من أخوها إنه يخلي باله من بنتها وابنها اللي هيتولد، ويراعيهم ويربيهم مع ولاده في بيته. عدت الأيام وفعلا اتحقق إحساس الست دي وماتت وهي بتولد. بعد ما ربنا رزقها بأخ لبنتها، أخوها دفنها، وبعد ما دفنها خد بنتها والمولود الجديد لبيته عشان يربيهم مع ولاده زي ما أخته وصته. لما دخل البيت مراته أول ما شافته معاه بنت أخته وأخوها اللي لسه مولود، فضلت تشتم فيه وفي ولاد أخته، وقالت له يا أنا يا هما في البيت. قام خلي الولاد رايح للمقبرة اللي دفن فيها أخته وفتحها وحط ولادها معاها، وقال لبنت أخته الصغيرة خدي الشخشيخة دي ولو أخوك عيط لعبيه بيها، وقال لها كمان أنا هجيلك كل يوم وأجيبلك أكل معايا وحاجات حلوة كتير. وقفل عليهم المقبرة ومشي. تاني يوم مر التربي جنب المقبرة، فسمع صوت الشخشيخة فخاف وجري بسرعة بعيد عن المقبرة. اليوم اللي بعده اتكرر نفس الكلام، مر التربي تاني جنب المقبرة وسمع برضه صوت الشخشيخة. ساعتها خاف التربي فعلا وحس ان في عفريت جوه المقبرة. جري التربي بسرعة ومرجعش للمقبرة تاني إلا بعد 21 يوم. والمرة دي ما كانش التربي لوحده، كان معاه شوية ناس جمعهم من منطقته، وراحوا للمقبرة عشان يفتحوها ويشوفوا ايه اللي بيحصل جواها بالظبط. وفعلا فتحوا المقبرة، وكانت المفاجأة لقوا البنت وأخوها المولود أحياء قاعدين جنب جثة أمهم. فتقدموا ببلاغ للشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي. الشرطة لما جت سألت البنت وقالت لها انتي كنتي بتعملي ايه كل الفترة دي انتي وأخوكي، وكنتي بتاكلي وتشربي انتي وأخوكي ازاي ومنين، وبالذات كمان ان البنت هي وأخوها كانوا في حالة ممتازة جدا لما لقوهم. قالت لهم البنت ان لما أخويا كان بيعيط كانت ماما بتقوم من النوم وترضعه وتنام تاني، وانا لما كنت بجوع كان عمو اللي لابس جلابية بيضة بيجي يديني الاكل وبيمشي. ولما سألوا الطبيب الشرعي اللي فحص جثة امهم قال ان الجثة كانت دافية جدا كأنها لسه مدفونة حالا، مش مدفونة من 21 يوم. بعدها راحت الشرطة لبيت خالي الولاد واتقبض عليه ووجهوله تهمة الشروع في القتل لدفنه ولاد أخته أحياء، واتحبس على ذمة القضية. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.